تعرفوا ان التوحد والإعاقة العقلية مش نفس الحاجة؟ الفرق بينهم كبير. أنا مريم، والنهاردة هقولكوا ازاي نفرق بينهم بالدليل العلمي. الطفل التوحدي ممكن يكون ذكاؤه عالي أو حتى عبقري في حاجة معينة، مثلا يقدر يحل مسائل رياضية صعبة أو يرسم تفاصيل دقيقة من غير ما يذاكر. بس المشكلة ان التواصل الاجتماعي بيكون ضعيف. أما الطفل المعاق عقليا ده مستوى ذكائه بيكون أقل من الطبيعي، مش بيكون عنده مهارات خاصة في الغالب، محتاج مساعدة في كل حاجة زي الأكل أو اللبس. الطفل التوحدي ممكن ما يتكلمش خالص أو يقول كلام مكرر زي عايز آيس كريم مليون مرة، بس يفهم كل اللي حواليه، ممكن يتواصل بالإشارة أو بالصور. أما المعاق عقليا ممكن يتكلم لكن الكلام بيكون مش مترابط، زي ما يقول جملة ملهاش معنى أو يكرر كلام التلفزيون من غير ما يفهمه. الطفل التوحدي بيكون عنده روتين ثابت، مثلا يمشي نفس الطريق كل يوم أو يلعب نفس اللعبة لمدة ساعات. أي تغيير في الروتين بتاعه ممكن يزعجه جدا. المعاق عقليا سلوكياته بتكون عشوائية، ممكن ما يكونش عنده مشكلة في التغيير بس تركيزه بيكون ضعيف. التوحد قليل جدا ما يكون معاه إعاقات تانية، بس لو في إعاقة زي الصم أو الشلل بيكون سببها حاجة تانية مش التوحد نفسه. أما الإعاقات العقلية ف70% من الحالات بيكون مصحوبة بإعاقات تانية زي صعوبات السمع أو التشوهات الجسدية. التوحد اضطراب في التواصل والسلوك، مش إعاقة ذهنية. الإعاقة العقلية ضعف في الذكاء العام وبتأثر على كل المهارات. الفرق ده مهم علشان نعرف ندعم كل طفل بالطريقة الصح. ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو لكل اللي تعرفوه، يمكن نغير حياة أطفال كتير.